كان في أحد الإخوة بيسأل بيقول إن في أمور كثيرة جدا من مراحل الآخرة لم يفهمها. فمثلا بيقول: ما الذي يجعل يوم القيامة هو يوم الفزع الأكبر لشخص قد رأى مقعده من الجنة في قبره، فليه يبقى فزع أكبر؟ ويقول أيضا: لماذا توزن أعمال العباد وقد تلقى كتابه بيمينه، خد كتابه بيمينه، فليه توزن أعماله بعد كده؟ ولماذا يمر الإنسان على الصراط وقد ثقلت موازينه، عارف أنه من أهل اليمين فالسؤال هنا: هل الإنسان يمر بهذه المراحل كلها، أم أنه إذا نجح في مرحلة فلا يمر بباقي المراحل؟ هذا ما سوف نعرفه بإذن الله حبيبي في الله. ولكن تفاعل مع إخوانك بهذه الفيديوهات قد يصل نفعها إلى كثير جدا من المسلمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم نفعها، آمين يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فقد أخبر الله تبارك وتعالى عن يوم القيامة وأهواله فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على شدة الأمر وفظاعته. ولهذا لا غرابة في كون المؤمن الذي بشر بالجنة في قبره أن يكون خائفا وجلا من الموقف. بل الأنبياء والمرسلون الذين هم في ظل عرش الرحمن يوم القيامة يفزع الناس إليهم ليطلبوا من الله تبارك وتعالى فصل القضاء. احنا بنمر على الأنبياء كلهم نستسمحهم ان هم يطلبوا من ربنا سبحانه وتعالى ان هو يبدأ الحساب. فإذا كان الأنبياء هكذا فما بالنا نحن؟ فكل منهم يقول: نفسي نفسي، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري. كل الأنبياء يقولوا كده إلى أن نأتي محمدا صلى الله عليه وسلم. والمؤمن حين يأخذ كتابه بيمينه لا يعلم مصير سيئاته، وهل ترجح على حسناته أم لا، وهل يؤاخذ بها أم لا. الأمر يكون موكول إلى الله سبحانه وتعالى كله، لا تستطيع أن تجزم لأحد بجنة ولا نار حتى وإن كثر عمله. بل لو رجحت حسناته فإنه لا يدري حاله على الصراط، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على الصراط وهو قائم عليه صلى الله عليه وسلم يقول: يا رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل ولا يستطيع السير إلا زحفا، نسأل الله السلامة والعافية. رواه مسلم. وفي الصحيحين: يضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. الرسل يوم القيامة عندما يضرب الصراط على شفير جهنم لا يقولون إلا يا رب سلم سلم. وإضافة إلى ما ينتظره بعد الصراط من المقاصة بينه وبين إخوانه، القصاص والظلم، مظالم العباد المؤمنين على قنطرة المظالم، كما في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفسي بيده أو والذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة
أدل بمنزله كان في الدنيا. وبهذا يعلم أن الأمر جد خطير وعظيم يفزع منه الناس جميعا، ولا يأمن العبد على نفسه حتى يدخل الجنة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل جنته ورضوانه. ومما يحسن ذكره في هذا المقام ما قاله الإمام القرطبي رحمه الله تعالى عن الصراط في كتابه التذكرة في أحوال الموتى. قال رحمه الله: تفكر الآن فيما يحل بك من الفزع بفؤادك إذا رأيت الصراط ودقته، ثم وقع بصرك على سواد جهنم من تحته، ثم قرع سمعك شهيق النار وتغيظها، وقد كلفت أن تمشي على هذا الصراط مع ضعف حالك واضطراب قلبك وتزلزل قدمك وثقل ظهرك بالأوزار المانعة لك من المشي على بساط الأرض، فضلا عن حدة الصراط. فكيف بك إذا وضعت على إحدى رجليك فأحسست بحدته واضطررت إلى أن ترفع قدمك الثاني، والخلائق بين يديك يزلون يقعون في جهنم ويتعثرون، وتناولهم زبانية النار بالخطاطيف والكلاليب، وأنت تنظر إليهم كيف ينكسون أو ينكسون إلى جهنم، أو تنكس رؤوسهم إلى جهنم وتعلو أرجلهم. فيا له من منظر ما أفظعه، ومرتقا ما أصعبه، ومجال ما أضيقه. فاللهم سلم سلم. مما سبق حبيبي في الله، تعلم أن من نجا من مرحلة معينة من مراحل الحساب لم يدخل الجنة بعدها مباشرة حتى يمر ببقية المراحل، إلا أنه قد ورد النص على أن بعض الناس يعفى من شيء منها، كأولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. فإن أناسا سبحان الله العظيم إذا تذكر الإنسان هذه الدقائق والمراحل التي يمر بها إنسان، سبحان الله العظيم، يعني مر من على الصراط بسلام، ثم بعد أن مر الصراط وجد القنطرة أمام عينيه، ووجد بعدها الجنة، سبحان الله، فنظر إلى الجنة وظن أنه من الناجين، فإذا به أناس ينطلقون إليه بسرعة يأخذون من حسناته، فإذا فنيت حسناته أعطوه من سيئاتهم على ظهره. فبعد أن كان محملا بالحسنات ويضمن دخول الجنة، أصبح ليس معه أي حسنة تدخله الجنة، بل وتحمل من أوزارهم وذنوبهم وسيئاتهم ما جعله يرجع القهقرة إلى النار مرة أخرى. فإياك إياك حبيبي في الله ومظالم العباد، لأنها لن تغفر يوم القيامة. لن يقول لك أحد أبدا قد سامحتك يوم القيامة، ما دمت ظلمته فسيأخذ من حسناتك يوم القيامة ولا بد. فاحذر من مظالم العباد، واحذر من الأمن في هذا اليوم. إن ممكن إنسان يقول لك أنا مسلم وموحد بالله ومؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإحنا إن شاء الله يا عم داخلين الجنة، داخلينها بإذن الله، ربنا غفور رحيم، ويأمن مكر الله تبارك وتعالى، والله لا يؤمن مكره سبحانه وبحمده. فقد يفعل الإنسان خيرا كثيرا، ولكنه لم يكن ينوي بنيته أنه لله سبحانه وتعالى، ولكن كان عمله للشيطان وللناس ولحظوظ نفسه. فهذا يأتي يوم القيامة فيجعل الله تبارك وتعالى حسناته هباء منثورا، فلا يجد حسنات التي عملها في الدنيا، لأنها لم تكن لله تبارك وتعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم
العلم النافع والعمل الصالح والصدق في الأقوال والأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.